ايه السلام عليكم. استنى ما تقفلش الفيديو. تخيل ان جي تي اي 6 اتأجلت مش عشان اللعبة وحشة ولا عشان التطوير متأخر، لكن عشان جهاز سوني اتهكر، اضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها ده انت هتاكل علقه. ولا عشان جهاز جديد اسمه بلاي ستيشن 6 داخل على الخط بقوة. سؤال واحد بس اجابته هتغير نظرتك لكل اللي بيحصل. من ساعه ما روك ستار اعلنت تاجيل جي تي اي 6 والانترنت مولع حرفيا، ناس بتقول سنة اتخرمت والتهكير هو السبب، وناس تانية بتقول روك ستار مستنيه بلاي ستيشن 6، والحقيقه ولا دي لوحدها ولا دي لوحدها. مش معقول يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ احنا قدام اغلى لعبه في تاريخ الجيمنج حرفيا، شركات ما بتهزرش ولا بتاخد قرارات عشوائيه. النهارده مش جاي اقول لك اشاعه ولا كلام جروبات، انا جاي اقول لك القصه بالمنطق ونفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. هل التهكير فعلا خطر؟ الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ وهل بلاي ستيشن 6 له علاقه بالموضوع ولا في سبب ثالث اخطر من الاثنين؟ زينه والله زين. خليك معايا للاخر عشان في نهايه الفيديو هتعرف بالضبط ليه جي تي اي 6 اتاجلت ومين المستفيد الحقيقي من التاجيل ده. قبل ما نصدق اي حاجه لازم نسال نفسنا سؤال بسيط جدا، مين اصلا يقدر يفرض قراره على لعبه زي جي تي اي 6؟ سوني ولا روك ستار ولا الفلوس هي اللي بتتحكم في كل شيء؟ النهارده هنربط كل الخيوط ببعض وهتفهم القصه من اولها لاخرها، فركز معايا للاخر عشان اللي جاي تقيل. ولكن قبل ما نبدا اخبط لايك للفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس يصلك كل فيديوهات. خلينا نفهم الاول يعني ايه اصلا تهكير جهاز بلاي ستيشن 5. التهكير ببساطه محاولات لكسر حمايه الجهاز علشان تشغيل العاب من غير شراء، تعديل في النظام، او تشغيل كمان برامج غير رسميه على الجهاز. بس خليك فاهم حاجه مهمه جدا، ان بلاي ستيشن 5 مش زي بلاي ستيشن 2 ولا بلاي ستيشن 3. سوني اتعلمت الدرس كويس، اي ثغره بتتقفل في تحديث واحد. اللي حصل الفتره اللي فاتت شويه تسريبات، شويه تجارب على سوفت وير قديم، ناس عملت دوشه اكبر من الحقيقه. بس رغم كده سوني اتوترت، وده في حد ذاته علامه خطر. ليه سوني مرعوبه من التهكير؟ تعال اقول لك حاجه بسيطه، سوني مش فارق معاها جهازك ولا انت عملت ايه في جهازك اصلا، اللي فارق معاها الفلوس، المتجر، الشركات اللي شغاله معاها. اي تهكير واسع معناه انك هتلعب العاب ببلاش، خساره بمليارات، شركات تسحب مشاريعها، وعشان كده تحديثات مفاجاه، قفل حسابات، تشديد الاونلاين، مراقبه اي لعبه كبيره جايه. وسوني لما تقلق الكل يقلق معاها. دلوقتي نخش على لب الموضوع. جي تي اي 6 مش لعبه، ده مشروع تاريخي، اضخم ميزانيه، اكبر مخاطره. روك ستار حاطه سنين شغل، الاف مطورين، مليارات اتصرفت. تفتكر بقى ينفع ينزلوا اللعبه على جهاز ممكن يتكرسن او يتسرب او يتفك كوده؟ الاجابه طبعا لا، مستحيل. اي تهكير بسيط ممكن يسبب تسريب القصه، تسريب الخريطه، اونلاين مضروب، كوارث اعلاميه. وعشان كده روك ستار بتمشي على قشر بيض وسوني بتشد اكتر واكتر. نيجي للسؤال المهم واللي محير الناس كلها، هل تهكير بلاي ستيشن 5 هو السبب الرئيسي في تأجيل جي تي اي 6؟ الإجابة الصريحة لا، لكن ممكن يكون عامل مهم، عنصر ضغط على سوني، جزء من الصورة. التأجيل بيبقى سببه تطوير اللعبة، الجرافيكس، الأونلاين، الأداء على الأجهزة. بس لو ضفت عليهم قلق أمني، تهكير محتمل، خوف من القرصنة، ساعتها أي شركة عاقلة تقول لك إحنا نستنى شوية أحسن. طب ليه الناس مكبرة الموضوع؟ خلينا صريحين، الناس بتحب الدراما، نظريات المؤامرة، الكلام اللي يولع. فأي خبر صغير دلوقتي بيتحول إن جي تي اي 6 اتلغت، بلاي ستيشن 5 باظ واتهكر، سوني انتهت. والحقيقة التهكير محدود، سوني مسيطرة، جي تي اي 6 جاية بس جاية بالراحة. زينه والله زين. الخلاصة النهائية نلخصها في كلمتين، التهكير مش سبب مباشر لكنه عامل ضغط. سوني مش هتغامر، وروك ستار اذكى من كده. اللعبه هتنزل بس في الوقت اللي يضمن اعلى امان، اعلى جوده، اقل خسائر. ليه بقى الناس ربطت التاجيل ببلاي ستيشن 6؟ ليه اسم بلاي ستيشن 6 دخل في القصه اصلا؟ السبب بسيط جدا، ان عمر بلاي ستيشن 5 دخل في النص. سوني بدات تتكلم عن الجيل القادم اللي هو البلاي ستيشن 6. جي تي اي 6 لعبه تقيله ومكلفه، فالناس قالت اكيد مستنيين الجهاز الجديد، خصوصا ان بلاي ستيشن 4 خد 7 سنين وبلاي ستيشن 5 قرب يكمل 5 سنين. فالخيال اشتغل والاشاعات ولعت. لكن تعال نفكر بالعقل مش بالحماس، هل منطقي روك ستار تستنى بلاي ستيشن 6؟ خلينا نحسبها كده، بلاي ستيشن 5 موجود عند عشرات الملايين، جي تي اي 6 هتبيع مئات الملايين من النسخ، الفلوس موجوده دلوقتي. تفتكر بقى روك ستار ممكن تستنى جهاز لسه ما اتعلنش عنه، لسه ما تحددش سعره، ولسه ما انتشرش ولا حد يعرف مواصفاته؟ اكيد طبعا مستحيل. روك ستار شركه بتفكر بالفلوس وبالسوق وبالانتشار. تنزل جي تي اي 6 على بلاي ستيشن 5 يعني مبيعات فوريه، ضجه عالميه، ارقام قياسيه، وبعدها ممكن تنزل نسخه محسنه على البلاي ستيشن 6. وده السيناريو
الاذكى حرفيا. طب وسوني مصلحتها فين؟ هنا النقطه اللي ناس كتير مش واخده بالها منها. سوني دلوقتي بلاي ستيشن 5 بيبيع، المتجر شغال، الارباح عاليه، تنزل بلاي ستيشن 6 بدري ليه؟ تحرق بلاي ستيشن 5 ليه؟ تلخبط السوق ليه؟ وتخسر فلوس ليه؟ لكن لو جي تي اي 6 نزلت على بلاي ستيشن 5 باعت ملايين وعملت طفره، ساعتها بلاي ستيشن 6 ينزل بعدين ومع نسخه محسنه من جي تي اي 6 وضربه تسويقيه تاريخيه. يعني جي تي اي 6 تخدم بلاي ستيشن 6 مش العكس. طب ليه الناس حاسه ان في تأجيل غريب؟ عشان اللعبه ضخمه، الاونلاين تقيل جدا، التوقعات عاليه جدا، روك ستار عارفه ان اي غلطه هتتفشخ اعلاميا، هتتكره وهتخسر ثقه ناس كتير جدا. فالتأجيل هنا مش علشان بلاي ستيشن 6، لكن عشان تاخد الجوده، الاستقرار، الانفجار المثالي وقت النزول. الخلاصه النهائيه عشان نقفل الموضوع ده خالص، جي تي اي 6 مش متأجله عشان بلاي ستيشن 6، مفيش اعلان رسمي بكده، مفيش منطق تجاري يقول كده. جي تي اي 6 متأجله عشان تاخد اللعبه كامله، الكمال. جي تي اي 6 متأجله عشان الكمال. بلاي ستيشن 5 هو الاساس، بلاي ستيشن 6 هيستفيد بعدين والمستقبل كله بتاعه. اللي يقول لك غير كده بيحب الدراما بس. دلوقتي قول لي رايك بصراحه، شايف روك ستار صح ولا مأخره زياده؟ ولو بلاي ستيشن 6 نزل تحب نسخه محسنه ولا تستنى من الاول؟ اكتب رايك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يصلك كل فيديوهاتنا. سلام. Do you know why you're here? Bad luck, I guess.